حياتك فيها مشاكل؟ ايه هي؟ شغلك مش عاجبك؟ مديرك مش كويس؟ ولادك مجننينك؟ ما عندكش فلوس كفاية؟ لو حاسس بالحزن وعدم الرضا عن حياتك، انا برشح لك الكتاب ده وهتعرف ان حياتك افضل بكتير من اللي انت كنت متخيله. بيحكي عن ست اصيبت بالسرطان لما كان عندها 23 سنة، ولكن قدرت تهزمه 3 مرات، وكل مرة كانت بتقول انا مش هستسلم للحزن، انا هحارب. وكانت بتقول ان المرض جالها علشان يبين لها قيمة الحاجات اللي بجد في حياتها حلوة. فعلا احنا محتاجين وقفة نقيم الحاجات الحلوة اللي في حياتنا. الكتاب ده انا برشحهولك علشان نفكر كل مرة هي فعلا الحاجات اللي مضايقانا تستاهل ولا لا، ولا احنا يعني اللي مكبرين الموضوع. وكمان برشحه لأي حد مريض او عنده اي حد بيحبه مريض، هيفرق معاهم. قولولي ايه الحاجات اللي في حياتكم اللي بجد تستاهل ان احنا نحس بقيمتها.